أوروبا بطبيعة ساحرة وقلاع خيالية وبتكلفة أقل بكتير من اللي ممكن تتخيلها. خليني أقول لك النهاردة وأحكي لك على بلغاريا ورومانيا. الرحلة دي من أجمل الرحلات لمحب الطبيعة والهدوء وأوروبا بشكل مختلف. بتبدأ الرحلة في صوفيا، طبيعة وأجواء أوروبية هادية ومعالم سياحية. بعدها إلى رومانيا، يعني مدينة بوخارست، مدينة أنيقة بتجمع ما بين التاريخ والحياة العصرية، وزيارة مدينة براشوف وقلعة دراكولا الشهيرة. 3 مدن وتجربة أوروبية مختلفة تماما. خليني أقول لك على تركاية ذكية للسفر. أفضل اختيار للرحلة دي إنك تحجز برنامج بيشمل الانتقالات ما بين المدن وكمان الجولات والزيارات كل يوم، وده طبعا لأن التنظيم المسبق هيوفر عليك وقت ومجهود كبير. وهقول لك برضو غلطات لازم تتجنبها. أكبر غلطة ناس كتيرة جدا بتقع فيها إنك تزور دولة واحدة بس، إنما زيارة دولتين مع بعض هيكون تكلفتهم قريبة جدا من تكلفة واحدة، بدل ما تكلف نفسك مرة تانية، وطبعا بدل ما تزور كل بلد لوحدها. فالصح إنك تجمع بلغاريا ورومانيا في رحلة واحدة. إيه هو أفضل وقت لتوقيت الرحلة دي؟ أفضل وقت لتوقيت بلغاريا ورومانيا هو في الصيف وفي الربيع، لأن الجو في الصيف ممتاز جدا والطبيعة في أجمل حالاتها. وخليك فاكر رمضان وقت تفكير وترتيب للسفر، علشان بعده هتقرر على طول انت هتسافر فين. ولو بتدور على رحلة أوروبية منظمة وبسعر مناسب، يبقى بلغاريا ورومانيا اختيار ممتاز. وتابعنا لأن كل يوم عندنا وجهة جديدة، 30 وجهة ل 30 يوم في رمضان.